عبر فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن طموحه الكبير بأن يكون نهائي كأس العالم 2030 مواجهة بين المنتخب المغربي والنظير الإسباني، وأن يجرى هذا النهائي على أرضية الملعب الكبير المرتقب تشييده في مدينة الدار البيضاء، والذي سيكون أحد أبرز المعالم البنية الرياضية الجديدة للمملكة. وقال القجع في كلمة افتتاحية بقمة كرة القدم العالمية المنظمة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط، والتي تعرف مشاركات 1500 شخصية من عالم الرياضة والاقتصاد والخبراء الدوليين، إن تحقيق هذا الحلم سيكون له رمزية قوية ليس فقط رياضيا بل على مستوى تقوية الروابط بين المغرب وإسبانيا البلدان الشريكان في تنظيم هذا العرس العالمي، مشير إلى أن النهائي بين هذين المنتخبين سيجسد المعنى الحقيقي لتنظيم مشترك بين القارتين الإفريقية والأوروبية. وأبرز رئيس الجامعة الملكية أن هذا الطموح لا يعد ضربا من الخيال في ظل ما حققه أسود أطلس خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث بلغوا نصف النهائي في إنجاز تاريخي غير مسبوق على مستوى المنتخبات الإفريقية والعربية. وشدد القجع على أن تنظيم كأس العالم على الأراضي المغربية يمثل أكثر من مجرد استضافة رياضية، بل هو فرصة لترسيخ موقع المملكة كقوة إقليمية وواجهة رياضية عالمية. وإلى عبد الصمد الزلزولي الذي فاجأ الجماهير البيتيس بهذه الخطوة، كشف الموقع بأن الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي الذي يرغب في مغادرة البيتيس خلال ميركاتو الصيف المقبل بسبب شعوره بعدم الراحة وقلة مشاركته تحت قيادة المدرب مانويل. من جهة أخرى، كان الزلزولي الذي سجل هدفا واحدا في 25 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم يبحث عن نادي يضمن فيه اللاعب أكثر أساسيا لضمان جائزته لكأس إفريقيا مع المنتخب المغربي. ومن جهة أخرى أيضا أشار واحد الموقع الإسباني اللي قال فيه بأن المدرب مانويل لم يعد يثق بقدرة الزلزولي، مفضلا بذلك الاعتماد على الشاب جيسوس. من جهة أخرى أيضا في سياق آخر، قدم النادي الاتحاد السعودي عرضا لضم اللاعب المغربي عبر مدير رياضي رامون. في مفاجأة تتعلق بعز الدين أناحي، أصبح الدولي المغربي عز الدين أناحي محط الأنظار واهتمام عدد من الأندية السعودية البارزة، وذلك بعد الأداء اللافت والمستوى المميز الذي قدم خلال فترة إعارته الحالية مع النادي باناثينيكوس اليوناني. من جانب آخر، وفقا لما نشره واحد الموقع فوت ميركاتو الفرنسي المتخصص في الأخبار كرة القدم، قال بأن اللاعب المغربي البالغ العمر 24 عام بات تحت المجهر والمتابعة الدقيقة من قبل مجموعة من الأندية السعودية التي تراقب عن كثب مستوى رفيع في الدوري اليوناني، ويبدو أن وجهة أناحي القادمة ستكون الانتقال إلى الدوري الرشون السعودي للمحترفين، مما يمثل محطة جديدة ومهمة في مسيرته الكروية الاحترافية. من جانب آخر، واحد الموقع فرنسي أيضا قال بأن النادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذي يمتلك عقد اللاعب حتى عام 2027 من المتوقع أن يحصل أيضا على واحد المبلغ يقدر بنحو 12 مليون يورو مقابل موافقة على رحيل عز الدين أناحي وانتقاله أحد الأندية السعودية المهتمة بخدمته. من جهة أخرى، كتقول واحد المعطيات بأن النجم المنتخب المغربي عز الدين أناحي شارك مع الفريق باناثينيكوس فقط 33 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وخلال هذه المباريات استطاع أن يسجل فقط 3 أهداف ويقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق، مما يعكس مساهمته الفاعلة وتأثير إيجابي على أداء الفريق اليوناني. أوردت تقارير إعلامية أن النادي أرسنال الإنجليزي كرة القدم يخطط للتعاقد مع النجم المغربي بدر الخنوس لاعب وسط ستر سيتي الفترة الانتقالية الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه نفس هذا الموسم مع الثعالب. وفقا لما أورده الموقع المتخصص في الأخبار الانتقالات، فإن إدارة النادي مستعدة لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع صانع الألعاب المغربي الشاب. ويرى أرسنال في الخنوس موهبة واعدة يمكن تطويرها ليصبح أحد الركائز الأساسية للفريق في المستقبل، خصوصا في ظل قدرته على التأقلم السريع مع الأسلوب اللعب الذي يعتمده المدرب الإسباني. ويعاني الفريق اللندني من اعتماد مفرط على قائد مارتن كمصدر واحد لإبداع في خط الوسط، لذا فإن التعاقد مع اللاعب بقدرات الخنوس يوفر حلول إضافية ويمنح الفريق مرونة هجومية أكبر. من جانبه، قد يجد اللاعب المغربي الشاب فرصة انتقال أرسنال مثيرة اهتمام، خاصة في الحال هبوط ليستر سيتي إلى الدوري الدرجة الأولى، إذ إن اللعب في دوري أبطال أوروبا والمنافسة الألقاب وانضمام لأحد أكبر الأندية إنجلترا تعد عوامل محفزة لاتخاذ خطوة جديدة
في مسيرته. يذكر أن الخنوس البلغ العمر 20 عاما شارك في 3 مباراة هذا الموسم مع ليستر سيتي في مختلف المسابقات، سجل خلال 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. في مشهد جديد يجسد سحر المشروع الكروي المغربي، فضل المهاجم الشاب يونس عبد اللوي صاحب 18 سنة حمل قميص أسود أطلس عوض الاستمرار مع المنتخبات النرويج التي مثلها سابقا في الفئة السنية. اللاعب الموهوب الذي تألق مع المنتخب النرويجي تحت 18 سنة قرر تغيير المسار بعد أن استهواه طموح الرياضي الذي يشكل واد الركراكي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث كشف عن رغبته في انضمام للمنتخب المغربي خلال المعسكر يونيو المقبل استعدادا لمواجهة وديتين أمام تونس والبنين. عبد الله والذي يعتبر من أبرز الأسماء الصاعدة في أوروبا بدأ مسيرته مع النادي برينغا النرويجي قبل أن يحط الرحال في الليغا الإسباني رفقة سيلتا فيغو، حتى وقع عقدا يمتد حتى 2029. ويتميز النجم الواعد بقدراته على اللعب في أكثر من مركز هجومي سواء كجناح أيمن أو رأس حربة، ويجمع بين الطول والسرعة والمهارة، وهي مواصفات تتماشى مع خطة الركراكي الباحث عن تنويع أدوات الهجومية قبل كأس أفريقيا التي سوف تستضيفها المملكة العام المقبل. اختيار عبد اللاوي للعب مع المغرب يؤكد أن المصري الأسود لا يستقطب فقط النتائج بل أيضا القلوب.